هتندمي لو عديتي الفيديو ده. هاتي بصلة كده متقطعة، رشي عليها رشة ملح وفلفل اسود وبهارات فراخ وشوية بابريكا ودعكيها كويس. انزلي بيها في الفراخ ودعكيها برضو تتبل كده. على ما تجيبي الخلاط تحطي فيه طماطمتين اتنين ومعلقة صلصة، وتحطي فيها رشة سكر وعليهم نص كوباية مية وتنعميهم كويس. تنزلي بعد كده على الفراخ وعلى البصل اللي انت عاملاه، وتكوني مقطعة بطاطس كمان دواير. حطي عليهم بقى قرن شطة حراق اخضر كده بيدي نفس حلو، وما تنسيش معلقتين السمنة. باحطهم بقى على البوتاجاز ياخدوا غلوة بالشكل ده كده على ما الفرن يتسخن، وبعدين احطهم تحت خالص بياخدوا تقريبا ساعة الا ربع. مرتين كده وهي بتستوي بطلعها وادهنها من الدهون اللي تحتها كده بالشكل ده. ما بتحتاجش للشواية خالص، في مدة التسوية هتاخدي اللون الفظيع ده. دي صينية البطاطس بالفراخ ني في ني، ما بتاخدش وقت خالص، تحفة يا جماعة، جربوها. اعملوا سيف عندكم للوصفة عشان لما تحبوا ترجعوا لها تاني تلاقيها موجودة عندكم.